السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعاد ودي قناتي. لأول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى فيديوهاتي حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه وتكونوا أول ناس بتشوفوه. كل عام وحضراتكم بألف خير وعام دراسي سعيد عليكم يا رب، وربنا يعود علينا الأيام بالخير ويرفع عننا يا رب الغلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين، ويجعل أيامكم كلها طيبة ويوفق أولادنا جميعا يا رب، ويرزق كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة عاجلا غير آجل يا رب العالمين. عندنا بقى النهارده روتين قوي جدا 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 لحد اخر الفيديو. عملنا فيه حاجات كتير جدا، بس اول الروتين ده عندنا ده روتين الاستعداد للدراسه او دخول الدراسه علينا بقى، يعني كل سنه وانتم طيبين كده، وطالما الدراسه بدات او هتبدا لازم نستعد. فعندنا شويه خطوات حلوه كده ولازم نعملها كل بدايه سنه، يعني ربنا ما يقطع لنا عاده. انا عن نفسي ماشيه عليها تمام. الخطوات دي اول حاجه ان انا انضف البيت تنظيفه حلوه كده، عشان انتوا عارفين ايام الدراسه بتبقى الدنيا متدربكه، يعني دربكه السنين والوقت ضيق جدا جدا جدا، فالترويق بيبقى على الوش، فترويقه عميقه كده. الترويقه اللي في اول الفيديو دي اللي هي احنا شغالين فيها دلوقتي حالا دي كانت من فتره الحقيقه، مش من دلوقتي، عشان بس نبقى صراحه مع بعض. دي كانت ايام الموجه الحر قوي قوي، فكنت عايزه اغير نظام السراير، وكنت شايله الكسوه بتاعت المراتب زي ما انتم شفتوا وغسلاها ومنفضه المراتب وحطاها على البلكونه تتشمس شويه. وعلى بال ما عملت غيرت بقى النظام بتاع السراير زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وشلت بقى تحت السراير ومسحته ولمعته وظبطت الدنيا كلها. خلاص هنا بقى برجع المراتب مكانها بعد تغيير بقى الموقع بتاع السراير، عشان السريرين يبقى المروحه طايلهم من كل ناحيه تمام، ويبقى في مكان واسع في الارض كمان. خلاص بعمل، احنا طبعا عارفين عاداتنا في ترويق الغرف او ايا كان الشقه بشكل عام، بنبدا من فوق لتحت. يعني ايه من فوق لتحت؟ يعني اول حاجه بعملها بزعف الحيطان، لو في عنكبوت او اي حاجه من الحاجات اللي احنا عارفينها دي، بزعف الحيطان الاول بالزعاف، وبعد كده انفض الشبابيك بتاعتي اللي عندي كلها او اغسلها، وبعد كده الحيطان بلمعها او بغسلها باي وسيله انت بتحبيها، بالمساحه قصدي بالموب او ايا كان الوسيله اللي بتنضفي بيها الحيطان. بعد كده بنفض السراير كويس جدا، وبعد كده بلمع الارضيه وبغسلها زي ما انتم شفتوا، وبعد كده بقى بلمع الخشب وافرش السراير. كل ده كان في يوم زي ما انا قلت لكم كده. ده بقى الوضع اللي جاي ده بقى، ده وضع الاوضه في الوقت الحالي. ايوه ده كده بقى من اول النهارده ماشي. كانت السراير الاوضه متظبطه ومتروقه وتمام ومية مية، برضو مسحتها، بس ده كل ده يعني جديد لسه، مش يعني قبل ما اصور على طول، بس قلت اسيبها لكم بنفس الوضع اللي انا سبته فيه كنت بصور فيه في الفيديو اللي فات تمام. دي الرسمه بتاعت رحمه بقي سلمى، بتحب تحتفظ برسوماتها الجديده كده على الحيطه. بس كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس كده. كان عندي ايه بقى النهارده يتعمل؟ شلت الستاره اولا، شلت الستاره ولمعت الشباك كله وظبطته عشان اغسلها، ولمعت الشباك ومسحت الارضيه وغيرت السراير تمام. ده اللي عملته النهارده. وبعد كده طلعت الحاجات دي بقى، بعد وانا بغير في الملايات طلعت الحاجات دي بقى من تحت السراير، اللي هي الترابيزات الصغننه اللي بيذاكروا عليها البنات، الكتب بقى اللي هي بتاعت السنه اللي فاتت كلها كنت ببقى حطاها في شنط معاكم، وحطيتها معاكم في الروتين الاخير بتنظيفه بعد المدرسه، وحطيتهم في تحت السرير برضو. كل الحاجه اللي انا مش عايزاها بحطها تحت السرير. وكان في شنطه هدوم كده صغرت على البنات برضو، عايزه اوزعها لصاحب نصيبها. فكل الحاجات دي احنا يعني ايه بنعملها كده في بدايه العام الدراسي. ببدا ايه اشوف الحاجات الاول حاجه التنظيفه زي ما احنا قلنا، التنظيفه العميقه بقى سواء للشقه كلها داير ما يدور كده. تاني حاجة بعملها ان انا بروق بقى الكتب الخارجية، الكتب بتاعة المدرسة لو حد محتاجها اديها له، اظبطها طبعا، اشوف اللي مقطوع فيها منها اللي ما ينفعش، يعني لازم ابقى مظبطاها كويس جدا على الاستعمال تمام. شنط نظيفة وشنط شكلها حلو كده عشان تروح كده بقيمتها زي ما بيقولوا تمام. فهنا كنت انا ورحمه شغالين الحقيقه، فطلعنا الكتب كلها وفرزناها، كل الكتب والكتب الخارجيه وكتب المدرسه، وحطيناهم في 4 شنط، 2 بتوع الترم الاول وبتوع الترم الثاني، طبعا كتب سلمى وكتب رحمه تمام. خلصنا بقى من ترويق اسمه ايه الكتب،
وفرزناها وحطيناها في الشنط بتاعتها وتمام زي ما انتم شايفين كده. كان فاضل بقى شنطه انا مش عماله ادور عليها مش لاقياها، بتاعه الترم الاول بتاع سلمى، اتريها حطها في الشنطه دي وحطيناها تحت السرير. فالمهم طلعتهم وحطيتهم بقى ايه في شنطه كده حلوه برضو، بس تبقى يعني متينه عشان لان الكتب تقيله. تمام. بس خلصنا بقى ترويق الكتب وحطيناهم كده عشان نظبطهم. بعد كده هنروح نعمل ايه؟ هنروح نعمل نلمع الديسكات الصغننه بتاعتهم اللي بيذاكروا عليها دي. طبعا متشاله كده زي ما هي، معرفش ازاي، كان مليان حاجات غريبه. المهم ان انا ظبطتها بقى وشلت الحاجات اللي ملهاش لازمه كلها ورميتها. وبعد كده هلمعها بقى بالبخاخ بتاع الجميل اللذيذ اللي داير معايا في الشقه كلها ده، وهلمعها كويس جدا وتستعد بقى للعام الدراسي الجديد، تاخد حميه كده حلوه. تمام. دي كانت بتاعت رحمه، واللي جايه دي بتاعت سلمى. بس فانا لمعت كده الاتنين كويس جدا. طبعا بيبقوا مليانين بقى تراب من تحت السرير، ومليانين بقى اقلام جاف على يعني تراب كل حاجه يعني، فبلمعها تلميعه نظيفه كده عشان بحط فيها الادوات بتاعتهم. تمام. نيجي بقى للكومود ده بقى، في 3 ادراج. ال3 ادراج دول انا عاملاهم لحاجه المدرسه. تمام. لان الاوضه عندي ما تشيلش مكتب وما فيهاش مساحه للمكتب، فانا عامله الكومود ده 3 ادراج كده للادوات بتاعه المدرسه. هنشوف بقى الحاجات اللي موجوده عشان فرز الادوات المدرسيه بقى، دي الخطوه اللي بعديها. يعني احنا قلنا احنا ماشيين بخطوات كده عشان نوصل بقى للعام الدراسي واحنا سعداء. فبشوف المقالم اللي عندهم اللي مقطوعه، اللي لسه كويسه، اللي عايزه غسيل، اللي عايزه كذا، الاقلام قد ايه، الكراريس، الكشاكيل، عندي الالوان، عندي المساطر، الاساتيك، البرايات، الجلادات، كل الحاجات دي كلها بشوف اللي موجود عندي عشان اجيب على اساسه، ما اروحش اجيب واكوم وانا عندي حاجات قديمه موجوده. تمام. زي ما انتم شايفين كده، في حاجات لسه موجوده، باقي اقلام ورصاص وجاف حاطينهم في علبه واحده، ولقيت استكتين، ودي حاجات خرز وحاجات كانوا بيلعبوا بيها في الصيف، وبرايه واحده واستكتين، وده الجلادات، ودي ده كارت كان في عيد الام، كانت رحمه جايبهولي في عيد الام. بس كده يعني شلنا بقى كل الحاجات اللي كانت في الادراج ولمعناها كويس جدا، وحطينا فيها ورق جديد، وحطينا بقى فيها الحاجات من اول وجديد كده على نظافه. رجعنا بقى الادراج مكانها وحطيناها مكانها، ودي الشنط بقى ظبطتها وكنست مكان ما كنت بعمل ومسحته على خفيف كده. وبقول لكم كده بقى ايه، ان انا خلصت ترويق الاوضه، فاضل الستاره بس تنشف لان هي كانت في الغساله في الوقت ده، تنشف واعلقها اخر النهار. تمام كده خلصنا المهمه بتاعه النهارده. نيجي لمهمه الغدا. ماشي. هنعمل النهارده ايه؟ حاجه بسيطه جدا وسريعه جدا عشان الوقت، وطبعا الهلكه بتاعت طول النهار. فهنعمل مسقعه. طريقه المسقعه طبعا معروفه وسهله وبسيطه والناس كلها عارفاها. هنكمل بقى الخطوات اللي احنا نبدا بيها العام الدراسي الجديد. قلنا التنظيفه العميقه، وقلنا فرز الادوات المدرسيه. نيجي بقى لتظبيط النوم، يعني دي ثالث خطوه لازم تبدأي بيها يعني بدري عشان تلحقي على بال ما تيجي المدارس. كلنا بنعمل يعني بنحاول بقصارى جهدنا ان احنا نعملها، بس الحقيقه بتفشل. قولوا لي انا لوحدي ولا انتوا كلكم كده؟ بنفضل نحاول ان احنا نظبط النوم بتاعنا، بس برضو اللي بيجوا في اليوم اللي هو عندهم مدرسه ما بيجيلهمش نوم، بيبقوا يعني فرحانين ان هم رايحين المدرسه بقى تاني يوم هيشوفوا اصحابهم وكده، فما بيجيلهمش نوم، فبرضو بيتناموا متاخر. بس احنا هنحاول ازاي بقى؟ ما نحاولش غلط، نحاول نظبط نومنا بس نحاول صح. ازاي؟ ان احنا هنعمل ايه؟ هنصحى كل يوم ساعه بدري، مش هننام بدري، لان انت مهما حاولتي تنامي بدري مش هيجيلك نوم طالما انت صاحيه متاخر. تمام. يعني انا مثلا البنات عندي بيناموا الساعه 2 مثلا، بيصحوا الساعه كام؟ بيصحوا الساعه 12 الظهر. فاحنا هنعمل ايه؟ هصحيهم بدري ساعه النهارده، مثلا الساعه 11 بالظبط هصحيهم. هنفضل نقاوح بقى مع بعض طول النهار لحد ما ايه، ما النهار الليل يجي، ننام بقى ايه الساعة. حتى لو نمنا هتلاقي نفسك خلاص انتي بدرتي ساعة في النوم، بدل ما كنا بيناموا 2 هتنامي 1، وهكذا كل يوم هتبدري ساعة في الصحيان وتأخري وهتبدري برضو ساعة في النوم. هتلاقي نفسك على مدار اسبوع بالظبط هتلاقي نفسك ظبطت نومك ونوم الولاد 100. طبعا الصحيان بدري مفيد جدا لكل، يعني مش للصغيرين بس احنا بنحاول نعمل خطوات كده تسهل علينا الايام اللي جايه ان شاء الله. يبقى دي 3 خطوه، تنظيم النوم بعد الصيف. تمام.
بعد كده رابع خطوه بقى واهم خطوه انا عندي يعتبر بهتم بيها جدا، التفريزات. انتوا عارفين ان انا بحب التفريزات جدا. هتقولوا لي الدنيا غاليه والدنيا ما مش مستحمله والكلام ده كله، انا على عيني وعلى راسي وعلينا كلنا مش عليكم بس، وانا اول واحده فيكم. بس الحاجات دي على قد ما هي مش توفير فلوس بس، والله بتوفير صحه وتوفير مجهود وتوفير وقت كتير جدا. في ايام المدارس بتبقي عايزه الثانيه، يعني مش هقول لك عايزه الساعه، عايزه الثانيه كده توفريها عشان تلحقي تقعدي مع اولادك وتذاكري معاهم، تشوفي طلبات بيتك وكل الحوارات دي. عندنا غسيل، عندنا كنس، عندنا مسح، عندنا ترويق، عندنا مذاكره، ودي اكتر جزء في الدراسه يعني بنحبه طبعا. بس فعشان كده بنحاول نوفر على وقت، يعني على يعني قدر الامكان وقت وقفنا في المطبخ والحاجات دي. عندك عصاير تعمليها، عندك مربات تعمليها، عندك خضار عايزه تفرزيه وحطيه، ينفع في ساعه في ساعه جايه متاخر، تاخرتوا في المدرسه، تاخرتوا في الدرس، تيجي تشيلي تحطي من الفريزر على البوتاجاز على طول. فالحاجات دي بتسهل علينا جدا. الباميه خلاص خلصت اليومين دول، خلاص اخر حاجه بقى لو عايزه تلحقي تفرزي لك كيسين كده، يعني خلاص اخر اسبوع ليها يعتبر ما فيش وقت تاني. تمام. الحته دي كنت عايزه اقول لكم ان انا نشفت البتنجان اول ما قطعته ورشيت عليه شويه ملح وسبته، وبعد كده قبل ما بحطه في الزيت لازم انشفه كويس جدا علشان ما يفرقعش او يعمل ميه او يطرطش زيت. تمام. بس كده، فبنشفه بفوطه نظيفه وبنشف من عليه الميه اللي بتطلع من الملح. بحمر البتنجان وبحمر البطاطس. وعايزه اقول لكم على خطوه التحمير دي عشان بتسهل جدا 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 الحله، ان انا بحمر في الحله، ما بقتش بحمر في الطاسه. بتسهل عليا كتير جدا وبتحميلي البوتاجاز من الطرطشه. تمام. دي خطوه مهمه جدا. بس في الاهم حاجه ان انا بغسلها بعد ما بخلص على طول. تمام. الحله اللي بخلص فيها بحمر فيها بطاطس او طعميه ايا كان اللي بتحمري بيها، بعد ما تخلصي على طول تصفيها في حاجه، في بطرمان او اي حاجه بتشيلي فيها الزيت اللي هو انت مستعملاه قبل كده، وبتغسلي الحله وقتي على طول. ما تسيبيهاش بقى تحمري فيها كذا مره عشان هتلاقيها اسودت واتهببت، والمنظر اللي احنا بنشوفه في كل البيوت في الطاسات والحالات بتاعت الزيت. تمام. بس هنا خلاص خلصت صينيه المسقعه وحطيتها في الفرن. على بال ما تخلص في الفرن هروح اغسل المواعين بتاعتي اللي في الحوض. تمام. زي ما انتم شفتوا في الاول كده انا كنت مطلعه بليله، كنت عاملاها من فتره وحطها اكياس كده في الفريزر، فعايزين حاجه حلوه طبعا سريعه كده وحلوه يتسلوا فيها بالليل، فطلعت كيس من البليله بتاعتي وهعملها زي بديله الرز بلبن كده، بليله باللبن. تمام. بس كده هغسل بس المواعين بتاعتي على الحوض. وحطيت انا مش فاكره انا حطيت البليله ولا لسه. المهم ان احنا اهم حاجه نروق الحوض بتاعنا، وعشان بقدر الامكان نحاول واحنا مخلصين غدا يبقى الحوض بتاعي فاضي خالص ما فيهوش ولا اي حاجه. تمام. نيجي بقى للحله بتاعت الزيت. بقول لكم ان انا صفيتها هنا، المصفى دي مخصوص عاملاها للزيت، صفيتها كويس جدا وشطفتها بالميه بس. وبعد كده بجيب بقى البريل اللي عندي والسلكه الليفه، السلكه دي تحفه جدا في الالومنيوم وبتلمع كده وبتخليها حلوه، فبتغسليها كويس جدا وتلمعيها وترجعيها زي ما كانت عشان لما تيجي تقلي فيها بعد كده تفضل جديده زي ما هي، ما تعملش المناظر اللي احنا بنشوفها، السواد بقى اللي هو بيبقى عليها. تمام. بس كده خلصت المواعين بتاعتي يعتبر، والحوض بتاعي بقى فله وما فيهوش اي حاجه، ما بقاش شايله هم بقى بعد الغدا يبقى فيه مواعين كتير وحلل وحوارات. تمام. بس كده فقرة المواعين خلصت. وطبعا مش محتاجة اقول لكم طول ما احنا بنغسل مواعين بنعمل حاجة في المطبخ نذكر ربنا، عشان الذكر بيبقى بركة في الوقت وبركة في الصحة وبركة في الاكل وفي الشرب وفي كل حاجة. فيعني دايما ذكر ربنا يبقى في لساننا كده، عشان الا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام. وندعي نفتكر اي حد ندعي له، مش شرط احنا بس، ندعي لجميع المسلمين، عشان ده كل دعوة بتدعيها بيبقى في ملك بيقولك ولك بالمثل. تمام. بس كده خلصت بقى الغدا بتاعي وغرفت وحطيت الاكل. عملت بقى معاها، قطعت معاها خيار، وكان العيش ده كان جاي لي من البلد، سخنته وطلعته من الفريزر وسخنته وقسمته نصين، ومع مخلل وخيار وجرجير، والحمد لله نعمه وفضل من ربنا، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين. نيجي بقى للبليله بتاعتي اللي حطيتها على النار عشان تفك كده بقى وتغلي غلوه حلوه، وانا مسوياها كده كده اوريدي خلاص. فهحط بقى عليها اللبن، تغلي بقى غلوتين كده مع اللبن عشان تاخد طعم اللبن. وبعد كده هبقى مجهزه بحط السكر
حوالي كوبايه الا ربع من السكر، او حسب الكميه اللي عندك او حسب ما بتحبيه مسكر قد ايه. تمام. بس كده هقلبها كويس وتغلي شويه مع السكر، وبعد كده هبقى في محضره كوبايه من الميه، عليها معلقه من النشا، بس معلقه واحده عشان تربط لي القوام كده. انا مش عايزاها عشوره، لكن عايزاها بليله باللبن، بس تبقى ايه جوسي كده وحلوه. كان عندي معلقه من كريم شانتيه حطيته معاهم برضو. ماشي كده. فاضل لي بس الفانيليا، يبقى اخر حاجه بحطها، وبطفي على طول عشان ريحتها تفضل فيها. تمام. تغلي بس غلو عشان النشا يستوي، وبعد كده بحط الفانيليا تغلي غلوه واحده، وبقلب الفانيليا فيها، وبعد كده خلاص يبقى البليله باللبن جاهزه عندي. بقى مجهزه بقى طبعا الاطباق بتاعتي، وبغرف بيها، بغرف في الاطباق وبقدمها زي ما هي بقى سخنه، او لو عايزاها تحطها في التلاجة شويه تسقع، حسب ما انتوا بتحبوها ازاي. حاجه حلوه سهله وسريعه ومش مكلفه بالمره خالص. كلنا عندنا الحمد لله لبن، وعندنا البليله يعني الربع بتاعها معرفش ب5 جنيه ولا بكام. فيعني ايه، كلها حاجات سهله وتبسطي بيها اولادك، ويعني تحليه جميله وسهله وسريعه. خلاص. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو حاجه بسيطه قد كده. طبعا لو استفدتي منه وشايفه ان حد تاني ممكن يستفاد منه، شيريه لاصحابك وحبايبك وقرايبك. واتمنى بقى ايه يعني دعوه حلوه منكم ليا، وما تنسيش تحطي لايك عشان يوصل لك كل جديد بقدمه، وتشتركي في القناه. فعلي زر الجرس على الكل، تاكدي ان هو على الكل، عشان اول ما ببدا انزل فيديو يوصل لك انت اول واحده. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، وده اخر حاجه. المطبخ بتاعي بالليل بقى سايباه رايق عشان اصحى الصبح كده بمزاجي عال العال، وابقى نفسي مفتوحه كده للشغل ان شاء الله. اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله على خير. تتمسوا بالخير ان شاء الله. مع الف سلامه. وهنا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم سالمين، دمتم مبسوطين.